بصيت لك وسحبت المنديل. من البداية واحنا مقررين نقدم لكم في الموسم الأول برنامج ترفيهي عشان نبسطكم ونحاول على قد ما نقدر نطلعكم شوية من هموم الدنيا. ومن هنا جت الفكرة بلاي ويز مي. نزلنا للناس ولعبنا معاهم وفرحناهم وفكرناهم بلعب زمان وسمعنا منهم أحلى ضحكة طالعة من القلب، لكن في الحقيقة احنا اتبسطنا أكتر منهم. اهلا بكم في برنامج BBWM. انا ما قلتش يعني بليز بلاي ويز مي. يا عم بقى بقول لك ايه، ما تيجي تلعب؟ حمادة زيزو الحكم بكاري جسامة البرنامج، ما بيفوتش حاجة وممكن يفوت كل حاجة لو انت اديته في ايده حاجة. 3 2 1 جو. ودي نهى جابر، قصدي كريمة مختار البرنامج، بتحب كل الناس وعايزة تكسب كل الناس، طاقة كبيرة من الحب والعطاء ماشية على الأرض. الله على ضحكتك يا نهى. اهلا بكم في برنامج BBWM يعني بليز بلاي ويز مي. اما ده احمد سقار عاطف. احمد كان جاي يتفرج عادي جدا زي اي حد، فجأة لقى نفسه واحد ضمن الفرقة. اهلا بكم في برنامج BBWM يعني بليز بلاي ويز مي. ممكن اعمل تاني؟ مها نصر مدام انشراح، مبسوطة دايما زي ما انت شايف كده، خسران كسبان هتشوفها مبسوطة. على فكرة يا مها احنا كمان مبسوطين ان انت مبسوطة. يلا بينا. اول متسابق عمرو الحمامصي، منصور فلاش، مدير تصوير البرنامج. عمرو من كتر ما كان مبسوط ومركز معانا كان بيصور الناس اللي مش معانا. يلا ربنا يسامحك يا عمرو. اقول لك يا جماعه النهارده قررت العب بقى بلاي ويز مي بس مع اصحابي. اما ده انا الكيوي احمد راتب في جزيره الشيطان. ادفع يا بيبرز ودفع بيبرز الحمد لله. تفهمش بقى ده تكفير ذنوب بقى ولا اختبار من ربنا ولا ادفع لتنول البركه. تعالوا نشوف الناس عملت معانا ايه ويلا نبدا التحدي. عشان الكورونا وانتم بلاي ويز مي. بص يا عم ما تتخطفش، احنا بنلعب عاملين حاجه اسمها بلاي ويز مي. السلام عليكم. السلام عليكم. عايز تلعب معانا؟ ماشي اتفضل. لو جت معاك تلعب احنا عاملين تجربه مجتمعيه جديده كده ونازلين نوزع جوائز على الناس، بس هنلعب هترجع كده ايه 10 سنين ورا. عايز تيجي معانا؟ تمام؟ طبعا ما تعرفوش بعض ودي حاجه حلوه في حد ذاتها ان انتوا ما تعرفوش بعض وهتتنافسوا على الجايزه. الجايزه يا جماعه، الجايزه من فريق BBWM يعني بليز بلاي ويز مي، يعني من فضلك العب معايا. هي دي الجايزه. اللعبه ده الحكم، المفروض ان ده الحكم. بص يعني خربان ازاي يا حماده انت واقف قدام مع سوا مع سباق المناديل، التحدي ده بين اتنين متسابقين ولكن ضد بعض، وبمجرد سماع صفارة الحكم كل متسابق بيسحب ورق المناديل من البكرة اللي قصاده زي ما انتوا شايفين، واللي يخلص بكرته الاول هو الكسبان، واللي هيخسر هنحكم عليه سواء ياكل بصلاية او فلفلاية او يغني اغنية او يقول نكتة. كده كده مش هنسيبه، ولو ما قدرش هنرشه بالفوم، وده طبعا في حالة انه يكون عايز يكمل معانا باقي التحدي. اسرع اسرع اسرع. هوبا هوبا خلاص يا جاه النبي والله واتفتحت لك طاقة القدر يا بيبر. خلاص هتنال كل ما تشتهي وتنام على ريش نعام. نزيع نزيع. فرصة سعيدة جدا. اتفضل يا حبيبي. جاهزين؟
جاهزين يا بنات؟ حبيبي لازم تلعبي بسرعه. خلي بالك حبيبي، المنديل اهو، انت بص هتخسري. ساعات رومانسيه قوي انت بتلعبي. ما تبص على المنديل. انت اسمك ايه؟ بص على صاحبتها وبتعمل مجنون 12. جاهزين؟ جاهزين؟ يلا امسك المنديل سريع. حبيبه ولا مي؟ حبيبي ولا مي؟ يا حبيبي ضحكت عليك. ايه ده؟ بصيت لك وسحبت المنديل وانت مش سامعه الهبل. المهم ايه رايكم فيها ولا قران بالليل وهتبقي زي الفل؟ ليه كده؟ يا جماعة الشيء ده كل ما يفتح بقه بينرفزني. بس يا شيء. حاضر. لا دي ولا ايه؟ لا بجد ايه رايكم في الفكره؟ الحمد لله يا جماعه انا عندي قطط في البيت خوفهم بالكلب ده. بلاي ويز مي. عشان انت بتجيب وبكده يكون خلص التحدي وخلصت معاه حلقتنا كمان، وسواء كسبان او خسران وانت معانا هتكون فرحان. استنونا في حلقات جايه كتير وتحديات اكتر بكتير. وفي النهايه احب اشكر كل اعضاء فريق بلاي ويز مي وبالاخص احمد سقار على عدم مشاركته معانا. بلاي ويز مي جايين عشان نفرحك. سلام عليكم.